مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب بخصوص الشركات التي توجد على حافة الإفلاس. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم والتفاصيل. أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم الأعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات الغير المتقادمة. وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنه من أجل القيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023، وأن تقوم بالدفع التلقائي داخل نفس أجل الإقرار السلفي الذكر لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشركات مدعوة أيضا لتقديم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري، وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.